السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين مزيانين وكاملين بصحه جيده، ولقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. شكرا للناس اللي يلاه التحقت عندي في القناه، شكرا على تفاعلكم، اشتراكاتكم، بارطاج ديالكم، اللي عليه خطيكم عليا واللي يحشمني حتى انا ويقدرني. بالعكس نتوما كتحملوني واحد المسؤوليه انني نزيد نبحث ونعطيكم ما احسن باش هكا نكون عند حسن الظن. كيف ما كتشوفوا في العنوان، اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكريم رائع بواحد المكون اللي مستحيل ما يكونش في شي بيت عربي، يعني ما كنقولش مغربي، عربي. هذا المكون هذا فكيتواجد في كل بيت. الفوائد ديالو عديده ومتعدده، رائع جدا لبزاف ديال المشاكل سواء الصحيه التجميليه وحتى العلاجيه. المكون الرئيسي ديالنا في هذه الوصفه هو القرنفل. القرنفل فهو غني عن التعريف، كلشي كيعرفوه، متواجد في جميع الدول سواء كانت العربيه او الاوروبيه. غني بالفيتامين ك اللي كيحافظنا على البشره ديالنا، مضاد للاكسده، محارب خطير جدا للتجاعيد، الخطوط الرفيعه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش التجاعيد فهو كيأخر لهم الظهور ديال التجاعيد. المهم ما نقولش لكم البنات، رائع 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 جدا. اليوم غادي نصنعوا مع بعضياتنا واحد الكريم رائع جدا. خليكم معايا ندوزو نجمعوا المكونات. اول حاجه البنات عندنا واحد المقدار ديال ملعقه ونصف ديال القرنفل، غادي نحاول نطحنوه مزيان حتى نحصل على واحد المسحوق اللي غادي يكون ناعم. وصافي دابا هذا هو المقدار اللي عطاني، هذا القياس راه كافيني. غادي نجيب هنا واحد الكاسخول اللي غادي نحط فيها هذا المقدار هذا ديال القرنفل، غادي نضيف عليه واحد القياس ديال الكاس ديال الماء اللي غادي يكون عادي. وهنا وضعته على النار، غادي نخليه يغلى واحد المده ديال 4 ديال الدقائق، وصافي من بعد غادي نحيدو وغادي نصفيه. هنا البنات اختاريت هاد الصفاي ديال البلاستيك حيت العيون ديالو صغيورين بزاف. بالنسبه لكم نتوما حاولوا تصفيوه، الا عندكم هكا دريرات ديال حياتي غادي يكون احسن، غادي يتصفى مزيان. صافي غادي نكمل هنا، غادي نصفيه وغادي ندوز الاضافات اللي غادي نضيف عليه. اول اضافه غادي نضيف هنا واحد القياس ديال 2 معالق كبار ديال الجيل ديال الالوي فيغا. كيف ما كنعرفوا ان عنده واحد الفعاليه كبيره في ازاله الحروق والاشعه ديال الشمس من الوجه. وعندي هنا الزيت ديال الجليسيرين. حنا كنعرفوا ان زيت الجليسيرين عنده واحد الدور فعال حتى هو في الترطيب والتبييض كذلك. وفي الاخير غادي نضيف مقدار ملعقه كبيره من النشا اولا دقيق الذره. غادي نحاول ندمج العناصر كاملين حتى ندوب هذوك الكويرات الصغيورين ديال نشا الذره. ودابا غادي ندوزو نوضعوه في حمام مريم اولا البان ماري. غادي نستمر في التحريك لمده ديال 4 ديال الدقائق حتى نحصل على واحد الكثافه معينه ويتجمع ليا الخليط، ومن بعد نوريكم الشكل ديالو كيفاش كيولي. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الكريم ديالنا ديال اليوم. هذه هي الكثافه اللي محتاجين ليها اليوم. غادي نحاول نحرك مزيان، نحاول نبردو مزيان، وصافي غادي نوضعوه في واحد القنينه زجاجيه اولا يكون قنينه ديال بلاستيك من النوع الجيد. النصيحه البنات اللي نبغي نعطيكم هي حتى يبرد لكم الكريم وعاد من بعد غلقوا هاد القنينات الزجاجيه. دابا غادي ندوزو للشرح ان شاء الله. طريقه تطبيق هذا الكريم على البشره ديالي، اول حاجه غادي يكون الاستعمال الليلي، يعني انا كل ليله من بعد ما نبغي نمشي نعس غادي نغسل البشره ديالي مزيان وغادي نوضعو على البشره ديالي بحال اي مرطب خاص للبشره بشكل عادي جدا. الاضافه اللي غادي تكون هي انني غادي نحاول ندير واحد الحركات ديال المساج من التحت للفوق، باش اول حاجه غادي نعاون البشره ديالي باش تشرب ليا هذا الكريم. ثاني حاجه غادي نحاول نعاون هذوك التجاعيد في الازاله ديالهم في واحد المده وجيزه جدا. صافي البنات غادي نخليه ليله كامله. في الصباح غادي نغسل الوجه ديالي، وضروري ديروا الواقي ديال الشمس قبل ما تخرجوا. كيف ما كتعرفوا ان
الاشعه الفوق البنفسجيه ما كتكونش فقط مع ظهور ديال الشمس. الاشعه الفوق البنفسجيه دائما كتكون دائما اضغطي الوجه ديالي، دائما ندير الواقي ديال الشمس. فبالنسبه للبنات المده ديال الاحتفاظ ديالو غادي نحتفظ به في اي بلاصه عندي في البيت ديالي المده ديال 15 يوم فقط، وصافي من بعد اللي بقى ليا غادي يتلاح ونجدد الوصفه. بالنسبه للاستعمال غادي يكون كل نهار حتى تحصلوا على البشره اللي نتوما بغيتو، حتى تحصلوا على النتيجه اللي نتوما بغيتو. صافي البنات هذا الكريم رائع جدا، غادي يزيل لكم التجاعيد، زائد غادي يعطيكم نضاره واشراقه ولمعه رائعه في البشره ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات والاشتراكات ديالكم مع الاهل والاصدقاء والاحباب. ملتقانا غادي يجدد فيديو جاي ان شاء الله مع وصفه جديده وانتم معايا.